لو عندك حبايتين من البطاطس، يلا نعمل طبق خطير. هنعمل طبق حلو قوي للعشاء، وهيشبع وهيكفي وهيبقى طعمه حلو قوي. مع كده شوية بقدونس بالشكل ده وشوية زيت زيتون. هنعمل وجبة غذائية متكاملة من طبق واحد بس. يلا نشوف عملنا الطبق الحلو ده ازاي. بس قبل ما اقولك وصفتي، انا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل جديد. طبقنا النهاردة يا جماعة خطير، طبق طعمه حلو جدا، طبق ما كلفناش اي حاجة. شايفين الجمال؟ الطبق شهي جدا، شكله كده بيتكلم عن نفسه. حلو جدا وطعمه فعلا كان حلو قوي. ما كلفناش اي حاجة، بشوية حاجات بسيطة قوي عملنا احلى طبق النهاردة. هم دول بس اللي هنحتاجهم في الوصفة بتاعتنا. حبايتين من البطاطس بالشكل ده. مفيش اي حاجة خالص مكلفة في وصفتنا النهاردة. قشرنا البطاطس وغسلناها كويس قوي بالشكل ده، وهنبدأ نقطع البطاطس بتاعتنا مكعبات متوسطة علشان تستوي معانا سوا مظبوط وتكون مستوية جدا، وهنقدر نهرسها بسهولة علشان نعمل منها أحلى طبق بطاطس مهروسة بالشكل السريع كده. زي ما انتوا شايفين قطعنا البطاطس علشان هنسلق البطاطس. في الوقت ده حطيت حلة على النار وكانت خلاص المية بتغلي بالشكل ده، ونزلت في الحلة او في المية بالبطاطس اللي هنعمل بيها طبقنا النهاردة. هنقلب البطاطس كده ونسيبها تستوي لمدة 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق والبطاطس هيكون استوى سوا مظبوط جدا، وهنعمل بيه طبقنا النهاردة بمنتهى السهولة. مفيش فيه اي حاجة صعبة خالص. هنصفي كده البطاطس من المية علشان ما يكونش فيه اي مية خالص. شايفين البطاطس مسلوقة جدا جدا يعني. سلقناها جامد قوي، مش سلقة عادي، لا احنا هنسلقها جامد قوي بالشكل ده. صفينا البطاطس كده اهو، مش لازم يكون في اي ميه خالص في البطاطس. كان بالشكل ده معانا البطاطس المسلوقه. وهنبدأ هنا نحط التوابل بتاعتنا، ونحط عليها ملح، وهنحط كمون، وكمان هنحط بابريكا. بس عندي اهم حاجة ممكن بقى احطها، هي البصل البودر والثوم البودر، خاصة الثوم البودر بيدي طعم حلو جدا للطبق بتاعنا. دي بقى ثوم بودر وبصل بودر ورشة شطة، قلبتهم كده على بعض وحطيتهم كده على البطاطس. ودي اهم حاجة في التوابل بتاعتنا، الثوم البودر والبصل البودر ورشة الشطة. بالشكل ده هنهرس البطاطس كويس جدا لحد كده ما يبقى عامل زي العجينة زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ هنا نغرف الطبق بتاعنا بالشكل ده. الطبق طعمه لحد دلوقتي ممكن يكون طعمه حلو جدا، لان التوابل علت الطعم معايا قوي. مجموعة توابل كده حلوة قوي بتدي طعم حلو قوي للبطاطس المهروسة. بس انا بحبه مشطشط، فنزلت عليه كده بشوية شطة على الوش كده علشان بيبقى طعمه حلو قوي وهو مشطشط. هنحط هنا شوية زيت زيتون، ودي بقى حكاية تانية. طبعا زيت الزيتون بيدي للأكل طعم فعلا خطير. هنا كان شكل الطبق معايا بالشكل القمر ده. هو ممكن يتاكل كده يا جماعة من غير عيش كمان من كتر ما هو حلو جدا. الطبق كان شكله زي ما انتوا شايفين كده حلو قوي، شاهي جدا. شوية زيت الزيتون مع شوية الشطة ادت للطبق بتاعنا طعم حلو قوي، علت قوي قوي طعمه وخلته طعمه حلو قوي. برضو كمان هنضيف للطبق بتاعنا طعم حلو برشة البقدونس او كزبرة او حتى شبت، اي نوع من انواع الخضرة هيدي لطبقنا طعم جميل جدا. الطبق شهي قوي حلو جدا، ما كلفناش اي حاجة. طبق موفر للعشاء. ممكن نقدم معاه شوية طحينة، شوية مخلل ورغيفين بقى عيش بلدي، وتبقى الأكلة خطيرة. طبقنا النهاردة شاهي جدا، طعمه حلو قوي، ما كلفناش أي حاجة.
يعني بصراحة وصفة اقتصادية للعشا، وكمان طعمها حلو أوي. شايفين الجمال؟ طبق البطاطس المهروسة بالتوابل والخضرة، طعمه حلو وشكله حلو، ووجبة مشبعة فيها فيتامينات ومغذي جدا للولاد. ده كان طبقنا النهاردة، ودي كانت وصفتي. لو عجبكم الفيديو أو لو عجبتكم وصفتي، ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك للفيديو.